كندير واحد طرد الخيط، كندورو عليه الى تقطعنا الخيط راه الموس مزيان. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. بزاف د الناس طلبوني على هذا الفيديو هذا، يعني كيفاش الطريقه نقوم نغير الموس ديال السورجي، يعني كيفاش نغير الموس الفوقاني والموس ديال التحتاني. هما الموس ديالنا اللي هما جداد كما كتشوفوا. هذا الموس كيكون ديال الفوق كما كيجي هذا الشكل هذا، ومن هنا كيكون عنده الريفيرونس ديالو، يعني اي موس كيكون عنده واحد الريفيرونس ديالو، يعني الريفيرونس اللي بغيتي تشري على الموس الجديد. وهذا بالنسبه للموس ديال التحت كيجي على هذا الشكل هذا، والموس ديال التحت كيكونوا فيهم الانواع على حسب الماكينه، كل ماكينه وعندها النوع ديالها. كاين بعض الانواع اللي يكون ديال الجوكي كيكون عنده واحد الحرف تما على شكل السكه، باش ملي كيدخل في البلاصه ديالو كيدخل للسكه. وهنا كيكون عندهم الريفيرونس ديالو، يعني مثلا باش كتشري على الموس. هنا اول حاجه غادي نفسخوا الموس ديالنا اللي غنبدلوهم. اول حاجه كنفسخوا هذا الفيس ديال السيبورا ديال الموس باش كنقربوا الموس كنبعدوه شي شويه، ومن بعد كنزيروا الفيس ديالنا. ثاني حاجه عندنا واحد الفيس وهنا اللي شبرنا السيبورا ديال الموس التحتاني كما كتشوف. هذا هو الفيس، يعني كنفسخوه، يعني كنرخفوا عليه واحد 3 دورات ولا 4 باش كنحيدوا الموس ديالنا. كما كتشوف هنا غنزولوا الموس ديالنا التحتاني. هذا هو الموس ديالنا. الا شفتوا معنا هنايا غتجبروا عنده الريفيرونس حتى هو هنا، ها هو الريفيرونس ديالو كيكون هنايا على هذا الشكل هذا. هذا الموس القديم كتزولو باش كتمشي تشري على داك الريفيرونس هذاك. الا شفتوا معنا مع الموس الجديد ها هو لا قارناهم كتجبرهم بحال بحال، واخا كاين الاختلاف في الريفيرونس. بالحق هذا الموس ديال هاد الماكينه ديال الجاك مع الموس هذا اللي جديد يعني نفس الشكل. هنا كنجيو الطريقه ديال التركيب، يعني طريقه التركيب اللي كيف كنركبوه كنرجعوه كما كنفسخوه كنرجعوه. هنا ملي كنرجعوه كنزيرو الفيسات ديالنا شي شويه. هنا غنشوفوه من الزاويه الثانيه، هنايا نعاودو نركبوه من الزاويه الثانيه. هنا ملي كنركبو في ديك السيبورا كنحاولوا كنزيروا عليها بيدنا شي شويه حتى كيشبرنا الموس على الشكل هنا. والموس دائما خصو يجي بلا مع البلاكه، يعني ما خصوش يجي طالع على هذا الشكل هذا اللي هنا، وما خصوش يجي نازل للبلاكه، دائما كيجي بلا مع البلاكه. هنا كنعليوه حتى كيجي بلا مع البلاكه كما كتشوف على الشكل هنا. هذه هي الطريقه ديالو الصحيح. من بعد كنفيكسيو الفيسات ديالنا. هنا غادي نجيو الطريقه ديال تركيب الموس ديال الفوق. اول حاجه كنفسخوا الموس ديالنا ديال الفوق، ودائما حاول ملي كتفسخ بالطورنوفيس كترد البال مع يدك، عندك تضرب يدك. هنا من بعد ما زونا الموس ديال الفوق، يعني الموس ديال الفوق تقريبا كيجيو كاملين كيتشابهوا نفس الموس. هنا غادي نركبوا الموس ديال الفوق. هنا كنفيكسيو الفيس ديالو. بالحق الفيس ما كنزيروهش يعني كامل، كنخليو الموس شويه حتى كنريغلو الموس. هنا كنريغلو الطلع والهبوط ديال الموس. اول حاجه كنفسخوا الفيس ديال السيبورا باش كنقربوا الموس يعني عند الموس كما كتشوف معنا على الطريقه هذه. ومن بعد كنفيكسيوه. هنا غادي نريغلو يعني الطلع والهبوط ديال الموس كما كتشوف معنا. الموس راه ما كيوصلش عند خا، يعني باقي خصو يزيد يهبط، يعني من هنا ها كما كتشوف معنا. هنا غادي نفسخوا على الفيس شي شويه من هنا، وغنضربوا الموس يهود شي شويه، يهود عند خا. كنضربوا عيب الطورنوفيس من الفوق كيهود الموس. ملي كنشوف الموس يعني الحق عند خاه كامل تما صافي كنوقف يدي وكنزير كنفيكسي الموس.
هنا من بعد ما فيكسيت الموس كنزيد نفسخ ديك السيبورا باش كنزيد نقرب الموس عند خا، يعني كنقرب عند خا باش كيقطعوا لنا الثوب. ومن بعد كنفيكسيه كما كتشوف معنا هنا. هنا عاود كنجيو للفيس التحتاني اللي هنا، ها هو هنايا. هاد الفيس هذا ملي كنفسخوه كنزيدو نقربو الموس التحتاني عند الفوقاني، كنفسخو الفيس ديالنا ومن بعد كندفعو واحد السيبورا من هنا كما كتشوف معنا. ديك السيبورا ملي كنفسخو ديك الفيس، ديك السيبورا الموس التحتاني كتبقى تمشي وتجي، يعني كنفسخو ديك الفيس كنقربو الموس التحتاني عند الفوقاني، كنزيدو نزيروهم شي شويه. هنا كنديرو التجربه ديالنا واش الموس كيقطع. كما كندير كنديرو واحد الطرد الخيط كندورو عليه، الا تقطع لنا الخيط راه الموس مزيان كما كتشوف على هذا الشكل هذا. وهنا عندي ندير واحد التجربه يعني واش الموس خدامين مزيان 100% ولا لا. كما كتشوفوا معنا هو الموس ديالنا كيقطع مزيان. كنتمنى الفيديو اللي عجبكم ما تنساوش المتابعه ديال الصفحه والبارطاج بهذا الفيديو. ان شاء الله نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.